ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ بص، هي حلقه النهارده انا جاي احكي لك فيها على اسوأ افلام جت في تاريخ السينما المصريه. اترددت كتير بصراحه قبل ما اعمل الحلقه دي عشان هي في ناس كتير جدا بتزعل منها، ولكن لقيت في الاخر ان الافلام اللي انا هتكلم عنها هي افلام فعليا وحشه يا جماعه. افلام احنا مش فاهمين قصتها ايه، ولا اتعملت ليه، ولا احنا اتفرجنا عليها ليه، ولا شركه الانتاج قررت تعملها ليه، ولا ليه نجوم قرروا ان هم يقبلوا فيلم زي ده. المهم عشان ما اطولش عليك يلا نبدا واقول لك ايه هو اول فيلم. وهو فيلم نزل سنه 2017 وهو القرموطي في ارض النار. ليه بقى عملنا القرموطي في ارض النار وقبلها قرمط بيتمرمط والحاجات دي كلها؟ ليه بقى؟ يعني ايه بقى الفكره؟ طيب نبص على الفيلم واحده واحده. هل في قصه مثلا للفيلم؟ طيب تعالوا نشوف قصه الفيلم. القرموطي الشخصيه اللي طبعا كلنا عارفينها ونجحت جدا في الفيلم الاولاني، بيقرر ان هو يطلع يصيف، فبيتخطف من جماعه ارهابيه، فبيحاول بقى طول الفيلم ان هو يهرب الناس اللي معاه ويهرب من الجماعه الارهابيه ويحاول يثبت ان هم فهمهم وفكرهم غلط. طيب الفيلم فيه قصه، الفيلم فيه قصه، فيه رساله، فيه رساله. رسالته كويسه، رسالته كويسه جدا، وانا واحد اأيد فكره او رساله الفيلم، ولكن ايه بقى الشكل اللي اتعمل بيه الفيلم ده؟ يعني انا مش فاهم. لا كوميديا، لا مواقف دمها خفيف، ولا سيناريو كويس، ولا مشاهد كويسه. الفيلم تقريبا 100% من الكوميديا بتاعته معتمده على احمد ادم. يعني فيلم كوميدي، عاملين فيلم كامل كوميدي عشان نعتمد فيه ان اللي هيضحك هو احمد ادم لوحده. وخد بالك ان انا بكلمك في 2017، يعني احمد ادم بتاع الفتره دي مش هو احمد ادم بتاعت الفتره القديمه اللي كان في البيك بتاعه وكان بيضحكك عموما. احمد ادم هنا كان كبر وبدا نجمه عموما يقل. ففكره ان انا اقرر ان انا اسحب الشخصيه تاني بتاعت القرموطي، انا متفاهم ان ده ممكن يكون يعني ايه، استغلال او استثمار لنجاح القرموطي في الفيلم الاولاني، ولكن كان المفروض يتعمل بشكل افضل. احنا قلنا 100,000 مره يا جماعه ما نقررش نعمل جزء تاني من الفيلم او جزء تاني من الشخصيه غير لما يكون الحاجه اقوى من اللي قبلها، مش نحرق فيها وخلاص. بالعكس انت بتقلل من الشخصيه اللي نجحت، زي بالظبط ما حصل في فيلم تتح نجح، مش ما نجحش مع محمد سعد، ولكن حرقه بعد كده في 100,000 حاجه زي حياتي مبهدله وغيره خلى الشخصيه وقعت جدا. ولو احنا شفناها تاني دلوقتي مش هستلطفها. بتحاول تبين في الفيلم ليه الناس بتستخدم التكنولوجيا او ان التكنولوجيا ازاي اثرت على حياه الناس. كل دي رساله قويه جدا وانا محترمها، بس كان المفروض ان الفيلم يتعمل بشكل افضل من كده. يا جماعه انا مش عايز حد يزعل مني، انا الناس اللي انا بتكلم عليهم دول انا بحبهم على المستوى الشخصي جدا. انا بحب احمد ادم جدا وبحب افلامه، وهو ممثل جميل جدا وقوي جدا وكوميديان جدا، وعادي كل واحد بينجح فتره وبيقع في حاجات. مفيش حد دايما اختياراته بتبقى هي اللي في التوب، بس لما الاختيار هيكون بتاع الفيلم مش صح اكيد لازم هنقول ان هو ما كانش اختيار جيد، خصوصا لحد بقيمه احمد ادم ككوميديان. اتعودت عموما من احمد ادم ان انا اضحك الضحك الخفيف، الضحك البسيط، مش الضحك اللي ابقى بحاول وبعافر عشان اضحك. انا افتكر ان انا اتفرجت على الفيلم كامل ما ابتسمتش والله، يعني ما كانش فيه حتى ابتسامه اللي هي انا مش بضحك، لا هو ابتسامه ما ابتسمتش. الموضوع كان بجد صعب جدا. في العموم هي تجربه ما كانتش جيده والفيلم مش افضل حاجه، فكان لازم يبقى موجود معانا في القائمه بتاعت النهارده. ولكن باذن الله نتمنى ان احمد ادم يرجع تاني ويعمل لنا افلام قويه جدا، لان هو فعليا فنان جميل جدا. ومن هنا بقى نروح لاخر فيلم معانا، وهو فيلم نزل سنه 2006، فيلم عليا الطرب بالثلاثه. ايه بقى انتوا عايزين ايه؟ انا عايز افهم يعني لايه بقى، ايه الفكره، احنا بنعمل ايه؟ انا اهو قاعد اهو بكل هدوء، انا عايزك تشرح لي احنا بنعمل ايه. اشرح، انا عايز افهم احنا جايين هنا ليه. اللي انا فهمته من الفيلم ان هما 3 شباب عايزين يغنوا، بس هو ده كل اللي انا فهمته من الفيلم. انا ده الحاجه الوحيده اللي انا استوعبتها من الفيلم كله. يعني اقسم لك بالله انت حتى لو دخلت مثلا على سيما كوم او غيره عشان تشوف قصه الفيلم هتلاقي نفس اللي انا بقوله لك، مفيش اي اختلاف. طب هنروح بعيد والله لو اوريها لك، استنى. بص يعني هو مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، الفيلم زي ما انت شايف كده واخد تقييم 2. ده ما كتبوش اسمهم حتى في ورقه الاجابه، يعني ده 2. انا عايزك بقى تركز معايا في قصه الفيلم. بص، كوميديا غنائيه تدور من خلالها طموحات واحلام مجموعه اصدقاء، يشد كل منهم ازر الاخر ويساندوا بعضهم لبعض في كل ما يواجهوه من مشاكل، سواء كانت مشاكل شخصيه او مهنيه. سيما كوم نفسه مش فاهم ايه قصه الفيلم، يعني ايه القصه اللي في الفيلم اللي طب يعني 2 3 بيساعدوا بعض؟ ايه بقى الموضوع؟ يعني فين بقى القصه اللي احنا داخلين نتفرج عليها؟ مفيش. بالمناسبه الفيلم ده طبعا بطوله محمد عطيه وسعد الصغير وريكو. انا عايز اقول لك ان محمد عطيه نفسه يعني ممكن يكون اتكلم عن الموضوع ده في كذا موقف قبل كده، وكان بيقول يا جماعه ابقوا امسحوا الفيلم ده. يعني البطل بتاع الفيلم نفسه بيقول امسحوه. انا بقى مش فاهم، انت يوم ما رحت تمضي العقد اتفقت يعني مضيته ليه؟ مع ان وقتها كنت انت لسه بتنجح والناس بدات تعرفك، فانت كان المفروض تاخد بالك من اختياراتك وقتها.
وقتها وانت بتعمل الفيلم، انت جاي بعد ما عدى سنين عن الفيلم وطلع نجوم كتير جدا، وبالمعنى الاصح فتره البيك بتاعتك عدت، وجاي بتقول بيشيلوا الفيلم. يعني انت فهمت ان الفيلم مش حلو بعد ما عدت فتره البيك، انما انت في فتره البيك بتاعتك ما كنتش عارف ان الفيلم ده ما ينفعش يتصور اصلا. لا اله الا الله، انا اتعصبت والله العظيم، خلاص انا تعبت. انا ما عنديش حاجه اقولها عن الفيلم ده بصراحه، يعني فيلم واحد من بجد واحد من اسوأ الافلام اللي انا اتفرجت عليها، وندمان على المده اللي انا قضيتها من وقتي ومن يومي عشان اتفرج على الفيلم ده، وما اعرفش اصلا ايه اللي خلاني اتفرج عليه، والله ما فاكر حتى انا ايه اللي خلاني اتفرج عليه. فاتمنى ان ما حدش يعمل زيه وما حدش يروح يتفرج على الفيلم ده خالص، لان هو فعليا مش حاجه تتشاف. يعني ممكن تقلب في فيسبوك، ممكن تقلب في موبايلك، تقعد مع اخواتك مع اهلك، يعني اكيد هيبقى افيد من انك تتفرج على الفيلم ده بكتير جدا. فبس في النهايه دي كانت الحلقه بتاعتنا، ان شاء الله الحلقه دي هيبقى ليها اجزاء جايه، لان بسم الله ما شاء الله عندنا حاجات كتير جدا. فلو انت مش متابعني تابع القناه عشان الحلقات اللي جايه تجيلك اول ما تنزل، ولو عجبتك الحلقه اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وابعت الفيديو لاصحابك عشان يتجنبوا ان هم يتفرجوا على الافلام دي اساسا تماما. وسيب لي انت رايك تحت في الكومنتات، ايه اوحش فيلم انت اتفرجت عليه. استنى ردكم في الكومنتات واشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.